ليسوا سواء، بمعنى أنك تجد من هناك أذكياء وهناك ناس كانوا في المستوى وهناك كانوا في مستوى الغباء وفي مستوى السذاجة في قمتها. ربما من هؤلاء قد أذكر من هؤلاء وهؤلاء، لكن من هؤلاء سأذكر لك من يعرف بأنه قائد الجماعة الإسلامية المسلحة، عبد الحق العييدة. عبد الحق العييدة هذا يعتبر قائد الجماعة الإسلامية المسلحة ما بين نهاية 92 ونهاية 93، حتى ألقي عليه القبض في المغرب، ثم المغرب رحله إلى الجزائر وذهب الجنرال نزار وأتى به من الجزائر. هذا شخص هو كان مؤسس الجماعة، مؤسس من المؤسسين، لكن تولى القيادة العامة بعدها ببضعة أشهر، لكن هو من المؤسسين. هو القيادة ما هي، لأن السؤال دائما من هي الجماعة الإسلامية المسلحة؟ هي مجموعات ليست جماعة، من التكفير الهجرة إلى الجماعة معتدلة إلى الأفغان إلى المتطرفين، خليط. لكن لم تكن من القوة بمكان، كان لابد كانت هناك جماعة أخرى تسمى المية، اللي هي الحركة الإسلامية المسلحة. الحركة الإسلامية المسلحة نظام فعل كل شيء للقضاء عليها، لأنها كانت تمثل خط معتدل يريد مقاومة النظام أو الجنرالات الذين استولوا على السلطة. الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب في القانون العسكري يعدمون، هؤلاء قاموا بانقلاب، يعني لو تمكن منهم الرئيس لعدمهم بحكم القانون العسكري يعني، لكن هؤلاء قاموا بالانقلاب. طبعا الجنرال نزار، وهذا كتاب للجنرال نزار يتحدث فيه، مذكرات الجنرال نزار موجود بالفرنسية وأيضا الترجمة العربية، يتحدث فيه كيف خططوا لاختراق الجماعات المسلحة، كيف خططوا، سميت بخطة نزار، لبلان نزار. هذا تحدث فيه كيف يجب ضرب القوى الإسلامية في الجزائر وكيف يتم اختراق هذه المجموعات، وأشار، لم يذكر كل شيء هنا لأنه يقول هناك أجزاء سرية لم يذكرها، لكن ذكر كثير من الأشياء موجودة في هذا الكتاب، وأنا أتيت به حتى أقدم لكل شيء أقدم دليل. خرق الجماعات الإسلامية المسلحة تم على عدة مستويات كما قلت لك. مثلا منهم هذا العييدة، عبد الحق العييدة. صرح عبد الحق العييدة، وهنا نرجع لقضية الرهبان، قبل 5 أيام على قناة فرانس 24 الفرنسية، قال بأن الجماعة الإسلامية نحن الذين قتلنا، مع أنه كان في السجن هو آنذاك، لكن هو قال نحن الذين قتلنا الرهبان. طيب لماذا يا سيد العيادة؟ يسأله الصحفي. يقول له لأن فرنسا قامت بخدعة مزدوجة. ما هي هذه الخدعة؟ قال لأن فرنسا لم تمر عبر السلطات الدبلوماسية الجزائرية. أنت كنت تحارب السلطات الدبلوماسية الجزائرية أم كنت يعني أن الجماعة قتلت الرهبان لأن فرنسا أرادت أن تتفاوض مباشرة مع الجماعة؟ هذا هو رده. قال، وموجود النص موجود على الانترنت ونشرته عدة جهات، موجود على موقعنا في رشاد.org، رشاد.org، وموجود أيضا على أماكن أخرى. قال هذا الكلام قبل 5 أيام، قال هذا مؤسس الجماعة الإسلامية، قال قتلنا الرهبان لأن الفرنسيين أرادوا أن يتحاوروا مع الجماعة الإسلامية المسلحة مباشرة دون المرور على السلطات الجزائرية. سنتابع في هذا الملف، وربما نفتح الخلفيات وأبعاد هذا الموضوع وذلك بالجانب الفرنسي ودور فرنسا في طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا. الحوار أبعاد لا تنتهي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من برنامج قضية وحوار، والتي نتناول فيها الملف الجزائري، من يقتل من، وذلك بعد قضية قتل الرهبان التي ذكر جنرال فرنسي بأن الجيش الجزائري هو من قام بها وفرنسا تسترت على هذا الأمر. الأستاذ العربي، يعني دور فرنسا في هذه الحادثة بأنها علمت بالأمر وتسترت عليه، يعني المعارضة الجزائرية كانت دائما تتهم الدولة، وأنت من خلال كلامك الجيش الجزائري هو مسؤول عن كثير من هذه الأمور. ليس الجيش، لا، هنا نقطة مهمة ومركزية. جزء منها الجيش وجزء الجماعات. لا، وليس الجيش، ليس الجيش، قيادة الجيش، الجنرالات داخل الجيش الجزائري، جيش وطني شعبي، أغلب أبنائه من أبناء الشعب، لكن هو تحت قيادة تفكر تفكير مختلف وبعقلية مختلفة. بمعنى أن هذا اللي أردت أن أقوله، ليس الجيش الجزائري وإنما جنرالات كانوا يوما ما
داخل الجيش الفرنسي واحتلوا الآن القيادة الجيش الجزائري ولكن عن طريق انقلاب. اسمح لي، ولكن هؤلاء الجنرالات الآن هم يمثلون الدولة الجزائرية. هؤلاء اغتصابا الآن اغتصابا يعني مثل دحلان كان يمثل السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية اغتصابا. ولكن هذه في هذا الظرف ربما التاريخي الذي الجزائر يعني أمام مرحلة هامة تطالب فيها فرنسا بالاعتذار عن 1.5 مليون شهيد، وتلح بمطالبتها فرنسا بهذا الاعتذار الذي سيصبح اعتذار تاريخي وله أيضا متابعات قانونية وإجرائية وعقوبات وما إلى ذلك. في هذا الوقت فرنسا يصدر تصريح من جنرال بأن لها يد في هذا الأمر، فنرى أن الاتهامات بدلا أن تكال على فرنسا تتوجه إلى السلطة الجزائرية. شكرا على هذا السؤال، سؤال مهم للغاية. في بروباغندا خطيرة تقوم بها بعض الصحافة التابعة الآن للمخابرات الجزائرية وتنشرها على أساس أن الجزائر الآن تطالب باعتذار من فرنسا وتقول هذا ليس صحيح. قبل شهر ذهب رئيس ما يسمى بالبرلمان اسمه عبد القادر زياري رئيس البرلمان الجزائري إلى فرنسا، وموجودة الردود عليه في الجرائد الجزائرية حتى جرائد أخرى. قال أن الجزائر لا تصر على الاعتذار. رئيس الحكومة أحمد يحيى قال أن هناك بعض الأشخاص يريدون أن يجعلون من الاعتذار محل تجاري، بزنس، ونحن لسنا في حاجة إليه. هذه هي الحقيقة. لكن هناك جرائد تكتب للعرب وللمعربين في الجزائر وللعرب عموما تقول لهم العكس، نحن نطالب بالاعتذار ونحن لا صوت يعلو فوق صوت الاعتذار. يعني هذا ليس صحيح. هناك تصريح للوزير الخارجية الجزائري بأنه قال بأن هذا هو محاولة للتهرب فرنسا من اعتذارها عن ما حصل. الآن كرد هم لما وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية. رجل الدبلوماسية الخارجية عندما يصرح بهذا هو يعبر عن موقف البلد الخارجي. هذه هي الإشكالية. والآن ربما يعني الكرة الآن ربما يقول البعض بأنها في ملعب المعارضة التي تطالب أن يكون هذا الملف أن يكون أو يحل هذا الملف وتوجه اللوم فيه للحكومة الجزائرية بدل بأن يكون الآن مسؤولية فرنسا في ذلك. لا، نحن لا نطالب أن تكون مسؤولية الحكومة الجزائرية. لذلك أخي الكريم هنا نقطة مهمة للغاية. أنا قضية الرهبان لا تهمني فيها إلا أنها تفتح حقيقة من قام بقتل عشرات الآلاف من الجزائريين. كل الأجانب الذين قتلوا في الجزائر هم حوالي 100 إلى 120 أجنبي. جزائريين 200 ألف، الجرحى مئات الآلاف، المعذبين اللي دخلوا التعذيب عشرات الآلاف ومئات الآلاف، المختطفين لحد الآن الذين ليس لهم أي ما بين 8000 إلى 18000 حسب المصادر. هناك فاتورة رهيبة للجزائريين. لا يهمني الجزائريين صراحة، أقولها لك بصراحة، لا يهمني الرهبان. الرهبان 7 أشخاص، هم بشر. نحن نتألم لأي إنسان يموت، حتى لو يموت حيوان بظلم نتأسف له، لكن نتألم لشعبي وللجزائريين 200 ألف. الجماعة لابد أن نفهم شيء. عبد الحميد إبراهيمي وهو رئيس وزراء سابق كتب كتاب، وها هو الكتاب، في أصل الأزمة الجزائرية. قال فيه من هم حكام الجزائر. لابد أن نفهم أن حكام الجزائر الآن هم استمرار الاستعمار الفرنسي. فرنسا موجودة، نحن محتلين جزئيا، محتلين بمجموعة تؤمن بفرنسا، بثقافة فرنسا، بعقيدة فرنسا، بهوى فرنسا، بلغة فرنسا، بكل شيء فرنسي في الجزائر. هؤلاء، هذا الرجل الذي لا يعرفه ربما إلا القليل جدا، هذا هو الحاكم الفعلي للجزائر، الجنرال مدين محمد مدين مدعو التوفيق. هذا كان رئيس للمخابرات منذ سنة 1990 وكان ضابطا لدى الجيش الفرنسي، بمعنى أنه مثل العملاء الذين هم الآن يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين. هؤلاء هم الذين يسيطرون على الدولة. الجهة المقابلة اسمح لي أيضا الجماعات الإسلامية المسلحة الكثير منها يعني تبنى الكثير من عمليات القتل التي تمت في تلك الفترة. نعم. وحتى منها أيضا العملية التي نتحدث عنها اليوم، قتل الرهبان الفرنسيين. وأنت ذكرت أنا لا أنفي، شوف أخي لم ينفي تبني الجماعة المسلحة لهذا الأمر. علينا نفرق بين أمرين. أنا لا أنفي أن هناك جماعات إسلامية مسلحة قامت بعمليات إجرامية، أنا لا أنفي ذلك، وهم مسؤولون عن ذلك وقد يحاسبون عن ذلك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، أنا لا أنفي عن ذلك. لكن هناك لو اختصرنا الموضوع، لأن الموضوع معقد جدا، لكن لو اختصرناه هناك 3 أنواع من الجماعات. جماعات إسلامية مسلحة كانت تقاتل الحكومة وهي صحيحة، جماعات إسلامية مسلحة اسما ولكنها كانت مخترقة، جماعات يقال أنها مسلحة ولكن إسلامية مسلحة ولكنها هي مصنوعة صناعة من المخابرات. وأين تصنف الجبهة الإسلامية؟ الجبهة الإسلامية كان شيء آخر،
احنا كنا نحكي على الجيه، الجبهه الاسلاميه تصنفها في الاولى حقيقه، يعني في الجماعات الاسلاميه اللي هي كان جيش اسلامي انقاذ، جماعات اسلاميه مسلحه تقاتل الحكومه، لكن ارتكبوا اخطاء وقتلوا ابرياء، وهم مطالبون ايضا بان يقولوا لنا لماذا قتلوا جزائريين، فيهم من قتل عسكر جزائريين شباب ابرياء، لماذا؟ استاذ العربي، لكن حتى نعود للموضوع، قضيه الاعتذار ما الاعتذار، هناك خدعه حقيقيه، يقال لنا شيء لكن في الواقع شيء آخر، يقال لنا أن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. هذه الصورة توضح جنرال جزائري اسمه عمران وجنرال إسرائيلي، الأسماء موجودة وهم موجودين في إحدى القنوات وعلى الناتو، على الويب سايت نتاع الناتو نتاع الحلف الأطلسي، مجتمعين مع بعض، مع أن الخطاب الرسمي والجرائد التابعة لهم يقولون أن الجزائر يعني مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. وهذه صورة أخرى، لكن هذه الصورة يعني ربما تقع في باب المصادفة مثلا. كيف المصادفة كيف المصادفة عندما يكون العالم الجزائري والعالم الإسرائيلي بجنب بعضهم ومجتمعين، نقوم بتعاون وتنسيق مع إسرائيل ومع الحلف الأطلسي. لماذا؟ الحلف الأطلسي في الجزائر بغض النظر عن فلسطين، لكن اسمح لي إثارة فقط نقطة هنا، الحلف الأطلسي في الجزائر كان يقاتلنا، كان يقاتل الجزائريين، قتل منا العشرات الآلاف، كيف نقوم بتعاون بهذه الحد؟ لا، لكن الآن الجزائر الآن يعني ربما الدولة الجزائرية تخط لها خطا مستقلا في علاقاتها الإقليمية وعن فرنسا، وتبدأ بفتح روابط اقتصادية متينة من خلال عقود النفط التي أبرمتها مع الصين، وأيضا علاقات عسكرية مع روسيا تحاول أن تخرج فيها عن العلاقة ربما التبعية لفرنسا، فيثار هذا الموضوع ضدها ليستخدم طيب وبطرحك أنت يعني وكأنك تنحو باللائمة فقط على الجزائر. لا نحو باللائمة على الجزائر. خلينا نفرق أشياء. النظام الفرنسي كان ولا يزال نظام إجرامي في القضية الجزائرية، ولكن ما مصلحته في هذا التوقيت للطرح هذه المسألة؟ أنا أتيك لماذا ما هو مصلحته. النظام الفرنسي ذبحنا 130 سنة، إسرائيل لحد الآن ذبحت الفلسطينيين 70 سنة، احنا 130 سنة ذبحنا من الوجود نهائي. النظام الفرنسي كان ولا يزال، ديغول قال سنة 62 بعد 30 عام سنعود، وعادوا سنة 92 بالانقلاب. فرنسا ترى الجزائر دائما هي فردوسها المفقود التي تريد دائما أن تكون فيه وتعود إليه. سنة 99 أنا أريد دائما أتكلم بوقائع، بأرقام، بحقائق. سنة 99 كانت التجارة ما بين فرنسا كانت تبيعنا $1,000,000,000 سنويا سنة 99. الآن فرنسا تبيعنا ما مقداره 14 مليار سنويا، تضاعفت 14 مرة. 35% من التجارة الجزائرية الخارجية، بمعنى ما نستورده، نحن نستورد كل شيء، نبيع بترول وغاز، نستورد كل شيء، تبيعنا فرنسا. في 420 شركة فرنسية في الجزائر تسيطر على المطار الجزائري، على المترو، على المياه، على كل شيء. استعمار عاد بشكل اقتصادي من جديد. ولماذا سمحت لها الشركات الجزائرية المجتمع لا، المحلي؟ لأن الجزائر لا تحكمها قيادة وطنية، لأن الجزائر تحكمها مجموعات مرتبطة بفرنسا فكريا وذهنيا ولغويا وحضاريا. هم يشاهدون التلفزيون الفرنسي، يتكلمون اللغة الفرنسية، نساءهم في فرنسا، بيوتهم في فرنسا، أولادهم يدرسون في فرنسا، لا علاقة لهم. كنا محتلين بالفرنسي باسم روجي وديفيد وديغول وما نش عارف، الآن محتلين باسم العماري وباسم توفيق وباسم. هذه الحقيقة التي علينا أن نفهمها حقيقة. لكن هناك قوة وطنية تحاول داخل الجيش، هناك جنرالات أبرياء شرفاء، هناك قوة وطنية داخل الجيش، هناك قوة وطنية داخل كل أجهزة الدولة. لكن للأسف القيادة الرئيسية قيادة ذبحت الشعب الجزائري. عندما ذكرت لك قضية إسرائيل لأنهم يضعونها على أساس أنهم مع فلسطين لكن هاي الحقيقة. فرنسا في ال10 سنوات الأخيرة انتشرت اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية كما لم تنتشر، وأنا لست ضد اللغة الفرنسية، لكن لما تنتقل اللغة الفرنسية تصبح عقيدة. أعلنت عقيدة الآن تطبيق اللغة العربية في مدارسها، رفضت. الآن أدخلوا اللغة الفرنسية من السنة الثانية ابتدائي، مع أن كل علماء اللغة يقولون أن الطفل لابد أن لا يدرس أي لغة إلا لغة الأم قبل 5 سنوات الأولى في المدرسة، ومع ذلك أدخلوها السنة الثانية ابتدائي من 5 6 سنوات. قاموا بتعديل المناهج الدراسية بشكل ألغوا فيه كل ما يرتبط بحقائق الوطن وبالتاريخ الوطني والإسلامي والتربية الإسلامية، وجابوا لنا الموسيقى وجابوا لنا أنا لست ضد الموسيقى شيء رائع وجميل، لكن ليس ضد
ليس أن يلغى التربية الوطنية والتربية الإسلامية، ليس كلها طبعا موجودة، لكن موجودة بكلام فارغ يعني ليس بالحقيقة. لكن القضية هي أين؟ يعني علينا فقط أريد أن أضيف فقط نقطة. هناك مخادعة حقيقية. الآن لا زلنا محكومين بأولاد فرنسا في الجزائر للأسف. طيب، على رأس المؤسسة العسكرية، الجهاز العسكري حقيقة. اسمح لي يعني حتى نفتح أيضا أبواب أخرى في هذا الملف. هناك حسابات كثيرة يتم تصفيتها من خلال ربما فتح ملف قتل الرهبان الفرنسيين، أحدها ربما حتى داخلي فرنسي. نعم، ويتحدث صحيح. عن علاقات ساركوزي بالمؤسسة العسكرية. فهل هذا يعني إلى حد ما ربما توقيته ربما يكون توقيت له علاقة بالشأن الداخلي الفرنسي أكثر من نعم. الشأن الجزائري؟ هو بالتوقيت بالشأن الداخلي الفرنسي والشأن الداخلي الجزائري. هنا ندخل في تحليل سياسي الآن. هناك صراع داخل المؤسسة الفرنسية ما بين ساركوزي وما بين لي شيراكيان، ما يسمى بلي شيراكيان، هذون أي المرتبطين بالرئيس شيراك سابقا، بما فيهم ألان جيبي وبما فيهم إيرفي دو شاريت، باسكوا إلى آخره، بلادير شيراك يعني. داخل اليسار الفرنسي محطم. إذا الصراع على الرئاسة في فرنسا هو ما بين اليمين واليمين، أي ما بين الحزب اليمين الرئيسي اللي هو الحزب الديغولي القائم الآن الذي يرأسه ساركوزي. هذا الحزب له مجموعة أجنحة تتصارع على من يكون الرئيس سنة 2012. ساركوزي عندما خرج هذه القضية يريد أن يضرب بها ألان جيبي حتى لا يعود، لأنه هو المنافس الرئيسي نتاعه، وهو كان رئيس الحكومة ألان جيبي أيام قتل الرهبان. فهو أرادها أن تخرج حتى لا يعود ألان جيبي إلى السلطة أو الوجهة السياسية. في الجزائر بالمقابل الرئيس بوتفليقة صرح قبل سنوات لقناة فرنسية تسمى LCI، قناة إخبارية، قال كل ما هو معلوم حول قضية الرهبان من الأحسن لا نقوله. لماذا؟ لأن الرئيس بوتفليقة يعلم أن الذين خطفوا، ليس الذين قتلوا، الذين خطفوا الرهبان كانت جماعة يقال أنها إسلامية مسلحة تتبع المخابرات. كما قلت لك كتاب عبد القادر تيغا يعطي تفاصيل كل ما حدث. وهذا بالمناسبة أخوه اسمه محمد تيغا أول من أنشأ كتائب الموت في الجزائر، هو يذكرها في الكتاب. أخوه يقول نحن أنشأنا كتيبة الموت. ولكن اسمح لي يعني هذه ربما الكتب تحتاج لمزيد من الدراسات تحتاج لآراء مختلفة وهكذا، لأنها ربما مثل هذه شو لا لماذا قلت لك لا نسمع من الطرف الآخر. أنا لا هناك أطراف. نحن أنشأنا كتاب عن المجازر تحت أخونا الدكتور عروة إشرافه، ذكر فيه لماذا كيف اخترقت الجماعات، ماذا كان الهدف؟ كان الهدف تشويه الإسلام، تشويه رئيسي، وكان الهدف تشويه رفض الجزائر والشعب الجزائري لهؤلاء. أنا كما قلت لك نحن نعترض على كثير مما كانت تقوله الجبهة الإسلامية وعلى بعض شخصياتها، وثبت الزمن أن بعض الشخصيات تافهة بكل المقاييس، لكن نريد إرادة الشعب الجزائري، تحرر الشعب الجزائري. لا يهم من يحكم إذا كان يأتي عبر صناديق الانتخاب وعبر حرية الشعب، لا يهم. عودة إلى في صراع داخل الجزائر أيضا ما بين بوتفليقة ومن معه من المدنيين والعسكريين، خاصة زرهوني وجماعة المالك وأخوه السعيد، وما بين الجنرال توفيق قائد المخابرات ومساعديه مثل جبار مهنا وآخرين. هؤلاء يريدون أن يبقوا في السلطة، يحكمون البلد كما فعلوا منذ الانقلاب، وبوتفليقة يريد أن يكون رئيس. هذا الصدام، ويحيى الآن هو رئيس الحكومة، ويحيى كان أيضا رئيس الحكومة لما وقعت قضية الرهبان، ويحيى يمثل هؤلاء جنرالات المخابرات. هناك صدام قوي هذه الأيام، سيتم طرد رئيس البوليس هذه الأيام ربما من طرف بوتفليقة رئيس البوليس الجزائري اللي ظل في المنصب 15 سنة لأنه يتبع هؤلاء. إذن هناك صدام على الأرض، وعندما يقع هذا الصدام، ولذلك بوتفليقة تشوف لحد الآن ليس هناك أي تصريح رسمي من عند الحكومة الجزائرية. طيب لأن بوتفليقة رفض أي تصريح حول هذه القضية، يريد أن يكون هؤلاء في موقف ضعف لأنهم هم الذين اختطفوا وربما خطأ هم الذين قتلوا الرهبان. طيب ولكن يعني حتى هؤلاء من طرف السلطة أو لندخل عقل السلطة، هم قاموا بهذه العملية والاختراق لجماعات تقول أنت بأنها كانت تتبنى فكر تفكيري، وأيضا كانت هي في فكرها وفي عملها ربما يعني تقتل الشعب، تقتل جزء من الشعب الجزائري. فهذا إذا دخلنا في عقل السلطة يا ليتهم اخترقوها ربما يبرر. لا لو اخترقوها أنا معهم، لو اخترقوها من أجل تحييدها، لو اخترقوها من أجل أن لا تقوم بالقتل حتى قتل العسكريين، لا هم اخترقوها من أجل استخدامها لقتل الشعب الجزائري.
هم اخترقوها من أجل استخدامها لذبح. يعني كيف يعقل أن البلديات والقرى التي انتخبت حتى بما فيها في العاصمة التي انتخبت للجبهة الإسلامية للإنقاذ تقوم هذه الجماعات بذبحها؟ كيف يعقل ذلك؟ أنت هل تقوم بقتل من انتخبك؟ هل تقوم بقتل من انتخبك؟ لا يعقل ذلك. لو هؤلاء الجنرالات، جنرال نزار كما ذكرت لك ذكر سنة 2002 قال نعم اخترقنا هذه الجماعات، تصريح رسمي لوزير الدفاع الذي قام بالانقلاب، قال نعم اخترقنا هذه الجماعات. لو اخترقوها من أجل تحييدها، إضعافها، إخراجها، أنا معهم. يجب أن تقوم أي سلطة ترعى شعبها تقوم بذلك، لكن هم اخترقوها للهدف المعاكس، وهو أن تقوم هذه الجماعات بذبح الشعب حتى لا يغير النظام وحتى تشوه صورة الجزائر والإسلام. إلى أي حد تعتبر هذه الحادثة ربما حلقة في حلقات كشف هذا المسلسل الدامي الذي عاشه الشعب الجزائري في هي حلقة وحلقة لأن فيها فرنسيين فهي يثور حولها جدل، وهذا شيء جميل. هي بداية لكشف الحقيقة. نحن سنبقى نطالب بكشف الحقيقة، ومضى حق وراءه طالب أخي الكريم، مضى حق وراءه طالب. نحن سنبقى بكشف حقيقة ما حدث. نحن نقول لهم أقيموا لجنة تحقيق مستقلة، اختاروا أنتم من تشاءون وأقيموا لجنة تحقيق مستقلة لتحقق في كل ما حدث منذ اليوم الأول. يا إخوان راه مش قطط اللي ماتوا، مش كلاب، حتى والله لو قتل 1000 كلب في مكان ما لثارت الدنيا. احنا سمعنا أن العالم ثار على قتل المصريين للخنازير بالرغم أن هناك حمى الخنازير، لأن خنازير ثارت عدة منظمات دولية وعدة دول لماذا تقتلون الخنازير؟ ولكن هذا العنف، اسمح لي في الخطاب، هل تعتقد بأنه بوابة جيدة مناسبة لفتح ربما شوف كشف الحقيقة مهما كانت خلفياته السياسية، مهما كانت الصراعات حوله، مهما كان يهمنا فيه الحقيقة في آخر المطاف. الآن تلاعب السياسيين دائما يتلاعبون، هذه طبيعتهم، لكن نحن أصحاب مبدأ وأصحاب قضية، نريد كشف الحقيقة حول كل ما حدث في الجزائر، من قتل من ولماذا قتل الشعب، ولماذا حدث الانقلاب، ولماذا قتل أبو ضياف، ولماذا قتل عبد القادر الحشاني، ولماذا قتل معطوب الوناس، ولماذا اختطف الآلاف، ولماذا جزت رؤوس الرضع والأطفال، لماذا؟ نريد حقيقة نعرف حتى نخرج من هذه المأساة لبناء وطننا الآن في خطر، قوة متربصة بنا من كل نواحي. نريد أن نخرج من هذه المحنة لنبني جزائر قوية عادلة صحيحة لشعبها مسالمة، ولكن جزائر الحرية، جزائر الشعب وليس جزائر الجنرالات. العربي الزيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على بقائكم معنا. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.